مدموزيل لو سمحت. افندم. طيارة لندن توصل الساعة كام؟ 1:30. تشيك. متأسفة قوي يا مدموزيل، من فضلك طيارة لندن توصل الساعة كام؟ 1:30. متأكد ولا حضرتك بتخمن؟ والله يا فندم ده كلام الموظفة المسؤولة، لكن زي حضرتك ما عارفة بقى مواعيد المطار ما يعرفهاش غير ربنا. متشكرة. عفوا. اتفضل. سلوى، ليلى. ما تفتح. متأسفة. معلش اتفضلي. علي. ليلى. سمير. ليلى. علي اهلا. الحمد لله على السلامة يا سلمى. ازيك يا علي؟ اهلا يا سلوى، الحمد لله على السلامة يا سلمى. تعرفوا بعض ولا ايه؟ الحقيقة احنا اتقابلنا النهارده أكتر من مرة. لا طيب ما نعرفش بعض. اقدم لك ليلى صديقة مراتي الأستاذ علي عبد الغفار، مدرس في كلية الزراعة وزميلي وصديق عمري. أهلا يا فندم.
مش معقول. وحشاني يا مجرمة. ليه يا شيخ؟ عليا انا الكلام ده؟ لو كنت وحشتك صحيح كنت سألتي عليا. ولا كل اللي بيتجوزوا كده بينسوا صحابهم بعد ليلة الدخلة؟ impossible. قضيتوا شهر العسل كله في البيت. انا وسمير افتكرناك وسافرتوا. ابدا وحياتك، ده احنا حتى ما خرجناش من الأوضة. يا عيني على الصبر. على كده الواد جوزك ده طلع نمرة، مع انه يا اختي ما كانش باين عليه. المهم احكيلي احكيلي. بعينك. بعدين مش وقته يا بنت، عيب اكتشي يخرب عقلك. الله، انت مش هتعقلي ابدا. تتكلمي عن مين؟ دي سالو يا حبيبي. حبيبتي في حد يضحك في التليفون بالشكل ده؟ لا ابدا، ده علي بيسلم عليكي. اظن كفايه دلع بقى لغايه كده. انت بقالك اسبوع دلوقتي، الشله كلها مستنياكي في النادي، لازم تيجي النهارده. اوكي يا سالو. نتقابل هناك. حاضر. طيب باي باي. حبيبتي عايز حاجه قبل ما انزل؟ ميرسي يا حبيبي. طيب حبيبي، باي باي. علي، نعم. وانت راجع يبقى فوت خدني من النادي. نادي؟ هروح انا وسلوى، بس اوعى تتاخر. طيب باي باي. باي باي. باي يا حبيبي. السلام عليكم. ازيكم كلكم؟ يلا بينا يا ليلى. ما تقعد يا اخي معانا شويه. هتروح تعمل ايه دلوقتي؟ لسه بدري. عريس جديد بقى يا سيدي. لسه النهار قدامكم طويل. والليل اطول. اقعد يا علي، الشمس حلوه قوي النهارده. اقعد. اتفضل يا استاذ علي. خليك يا زلمة. شكرا. اقعد يا علي اقعد. شويه شمس زي دول في اوروبا يقلبوا الدنيا، يغيروا نظام الكون. على طول تلاقي الناس قلعت هدومها وهاتي حمامات شمس. الشوارع، في الشوارع، في النوادي، في البلاجات، افري بليز. الا صحيح يا سمرة، الجنس هناك عالمي كده وفي كل حته. كل حاجه هناك مباحه ومن غير ما حد يضايق. هناك الحريه بتخلي الناس تتمتع بحياتها، مفيش عقد. الحقيقه الناس هناك في اوروبا اتقدموا كتير. طبعا طبعا. هتكعبل في الجنس اللي مرمي في كل حته واللي اسمه ايه ده شذوذ. دي مساله نسبيه. ما تقدرش انكر ان اي تطور حضاري بيفرض على الناس سلوك وقيم جديده. طب يا ريتنا احنا نوصل للتطور بتاعهم. كل اللي قلتوه ده ما اسموش قيم ولا اسمه تطور، ده اسمه مجتمع اتنيل على عين اصحابه. كلام ايه ده يا علي؟ مش كفايه انهم بيقولوا علينا ان احنا متخلفين؟ يا سيدي متخلفين في التكنولوجيا لكن مش هنفضل طول عمرنا متخلفين. يا علي انت تقدر تنكر ان احنا النهارده عايشين في عصر المنهج؟ ولا انت بتأيد الخرافات اللي احنا عايشين فيها؟ تمسكنا بالقيم مش معناه تخلف، بالعكس دي أصالة. تقاليدنا وقيمنا عمرها ما كانت خرافة. هم أغنى مننا وعشان كده سبقونا، لكن النتيجة إيه؟ مجتمعات بتطلع في الروح تمزق وضياع وانحلال وعنف. يا راجل بلانيلة. ما شاء الله، انت باين عليك متحمس قوي يا استاذ علي. مش مسألة تحمس، احنا بس اللي بنظلم نفسنا. على كل حال خلاص، الكلام ده ما بقاش ينفع. ولا انت عايزنا نقف في وش الطيار؟ ها؟ مش أحسن ما نمشي مع التيار واحنا مش عارفين هيودينا على فين؟ على العموم يا جماعه احنا اتطورنا كتير، بدليل ان كل رقصه جديده على طول بنرقصها هنا. والموضة كمان، احنا ماشيين معاهم خطوة بخطوة. ايه يا رورو مدينا ظهرك ليه؟ هاي ليلى اقصى عليك كده تعمليها فينا وتتجوزي من غير ما تعزمينا. معلش المرة الجاية هتبقى تقول لك. هتعزمينا امتى؟ ده احنا كنا ناويين نجيب لك كادو تجنن. ايه رايك نخليها الليله؟ لا الليله احنا عازمينهم على سهر. ما افتكرش اننا هنقدر، معلش. impossible. يلا. لازم تفضوا نفسكم، احنا اوريدي حجزنا. معلش. اوكي يا سالم، باي. باي باي. مع السلامة يا حبيبي، مع السلامة. باي باي. مين يا جماعه اللي مع ليلى ده؟ هيكون مين يعني؟
ابوها. وانا بقول هو انكل ربيع ماله صغر ليه كده؟ بذمتك مش قعدتهم مسليه ودمهم خفيف؟ مالك يا علي؟ في حاجه؟ ابدا مفيش. حاسب يا علي. حاجه تقرف، زحمه في كل مكان، الواحد حتى ما بقاش عارف يمشي على رجليه، استهتار في كل حته. انت عايز بلد تمشي فيها لوحدك؟ مش عارفه البس ايه الليله دي لما نخرج. كويس انك فكرتيني. انا وافقت على عزومه سمير بس عشان ما يبقاش فيها احراج ليكي. احراج؟ ليه؟ لازم تتعودي من هنا ورايح لما تلاقيني مش موافق على حاجه مفيش داعي انك تعرضيني قدام الناس. انا قلت اننا ما وراناش حاجه لما نخرج نتسلى. ويعني لازم نتسلى معاهم. مش اصحابنا؟ ولا انت ما تحبش تسهر مع حد؟ انا ما بحبش دوشتهم. ممكن نخرج لوحدنا نقعد في اي مكان هادي، انا بفضل الهدوء. ايوه بس الهدوء على طول بيتعب الاعصاب. على العموم لو مش عايز تسهر النهارده بلاش. وهو معقول اسيبك تزعلي؟ انت ما بتشربيش ليه يا ليلى؟ اعمل لك كاس؟ ميرسي قوي، ما بشربش. طبعا. ما انت كنت عايزاني اسيبه يرقص معاكي ويحضنك واقعد انا اتفرج، مش كده؟ هو يعني عشان بيرقص معايا يبقى لازم يحضني؟ والله بقى هو ده اللي انا شفته هناك. علي، انا ما كنتش فاكره انك متزمت بالشكل ده. يا حبيبتي انا مش متزمت، انا بحافظ عليكي. طب ما هي سلوى رقصت مع واحد تاني. تاني تالت رابع عاشر انا ماليش دعوه. قلت لك 100 مره انا ماليش دعوه بحد تاني. ليه بقى؟ سمير ده مش هيبقى صاحبك وسلوى تبقى مراته؟ ايوه صاحبي، لكن انا مش راضي عن تصرفاته ولا عن سلوكه، وبالذات بقى عن سلوك مراته. وليه رضيت انهم يكونوا اصحابك؟ سمير ما كانش كده قبل ما يسافر بره. على كل حال سمير ما بيعملش حاجه غلط. غلط ما غلط، اسمع ما اقول لك، اللي انت تقوليه غلط، قاعده اللي انا اقوله هو اللي صح حتى لو كان غلط. هو كده غلط غلط. ايه يا ولاد مالكوا بتزعقوا ليه؟ كفالة الشر. وبعدين معاك يا علي، مش كده يا ابني، بلاش تضغط عليها ورا بعض، دي مهما كان لسه عروسه، خليك معاها واحده واحده. والله بقى يظهر ان انا اللي اتسرعت شويه في الجواز دي. لا حول الله يا ربي، وهي البنت عملت ايه بس عشان تقول كده؟ هو انت يتمشي الناس زي ما انت عاوز يا اما تغلطهم؟ يا ستي اصل مش فاهمه حاجه. لا يا علي، انا فاهمه كل حاجه يا ابني، انت اللي اصلك حنبلي وطبعك ارناؤوطي زي المرحوم ابوك. اخذ الشيطان يا ابني وخش صالحها دلوقتي بكلمتين حلوين عشان خاطري يا علي. مش معقول اللي بيحصل ده. هو ايه؟ فاكر انه اشتراكي؟ يظهر اننا اتسرعنا لما اتجوزنا بسرعه. ما كنتش افتكر ان طبعه بالشكل ده. ما تزعليش مني يا ليلى، جوزك ده راجل معقد. تصوري انه ما كانش موافق على جواز سمير مني. سمير هو اللي قالك كده؟ لا، سمير ما يقولش، لانهم صحاب من زمان، لكن انا عرفت بعدين. هو فاكر نفسه ايه؟ علي طيب وابن حلال، بس يا خساره بيغير عليكي. خلي بالك يا ليلى، ساعات الغيرة بتبقى نوع من الامتلاك، ملوش أي علاقة بالحب.
متأكدة إن علي بيحبني. كويس. المهم النتيجة يا جماعة. التجارب دي عشان نوصل لنتيجة واحدة محددة ملهاش أي احتمال تاني. فأرجوكوا تراعوا الدقة وبلاش تسرع. والله يا عم بدل ما تشتغلوا وتطلعوا نتائجكم بتهزروا. يا فندم احنا بنشتغل وقربنا نطلع النتائج. وماسك الايدين والضحك والمسخرة اسمها شغل؟ يا فندم احنا وفر كلامك انت وهي لمجلس التأديب. اللي انت عملته ده غلط. ايه يعني لما مسك ايدها ولا مسكت ايدي؟ امال لو شفت اللي بيحصل في اوروبا كنت عملت ايه؟ بقول لك ايه، احنا هنا في مصر كل مكان وله تقاليد. ما هو التزمت ده هو اللي هيودينا في داهيه. قصدك التسيب اللي بتدافع عنه. لازم يكون في احترام لمكان الدراسة، والا خلاص مش هتلاقي حاجة بعد كده تحترمها. هما يعني يا اخي كانوا بيبوسوا بعض. ما هو ده اللي كان ناقص. بذمتك عمرك كنت تتصور الحياة جوه الجامعة تبقى بالشكل ده؟ ما بقاش في فرق بينها وبين الشارع. يا اخي دول معقولين قوي. امال لو شفت الطلبه في اوروبا؟ اوروبا انت جرالك ايه يا سمير؟ انت ما كنتش كده ابدا. من ساعة ما رجعت من السفر وانا حاسس انك بقيت شخص تاني. سنتين يعملوا فيك كده؟ ده لاني انسان متطور مش متحجر زي حضرتك. على فكره مراتك مش في البيت. نعم. يبقى فوت خدها مني. اوعى كده. تعالي. امال فين ليلى؟ طب يا اخي قول سعيده. متاسف ما خدتش بالي. هي فين؟ تلاقيها في ملعب التنس. يلا يلا. اوعى يا بيه. حسن يا مجنون تقريبا. اما عليها جوز رجلين تهوس. رجلين مين يا عم؟ بيقولوا انها متجوزه واحد قفل. الظاهر ان احنا اللي قفاله يا حلاوه. إيه هو ده؟ هو أنا كفرت عشان بلعب تنس؟ ما كل الناس في النادي بتلعب تنس. ما طول عمرها بتلعب تنس. حد يقدر يتكلم عليها كلمه واحده؟ مش التنس. انا مش بعترض على التنس، تلعب تنس. انما الاول كان في وضع ودلوقتي وضع تاني. دلوقتي دي ست متجوزه ولازم تحافظ على كرامه جوزها، مش تلبس قصير وتقف تلعب مع شخص غريب ومليون عين بتبحلق فيها. البحلقة دي أوهامك أنت يا أستاذ. أنت بتشوف حاجات ما بتحصلش إلا جوه في دماغك. مش كده يا ليلى يا بنت؟ بصراحة يا بابا أنا خلاص طهقت. مش قادرة على العيشة دي. ما ترقصيش، ما تروحيش، ما تجيش، ما تخرجيش. كفاية بقى. والله انا عذراك يا بنتي. ده بدل ما تعقليها. بنتي عاقله يا عادي. اه ده انا سمعت شتمتي بودني في النادي. اتقال عليا قفل. نعم. لا ولا حاجه، خلاص انا اللي مجنون. ايوه مجنون. محدش بيعمل اللي انت بتعمله ده. قلت لك مليون مره بالسياسه. سياسه؟ سياسه على ايه يا عزيزه هاني؟ هي بنتنا غلطت؟ ايوه غلطت. مالي؟ ما فيش راجل في الدنيا يقبل اللي هي بتعمله ده. وبعدين معاكم يا جماعه، ما نتفاهم بالراحه وكل واحد يعرف غلط. اسكت انت يا ربيع. هنتفاهم على ايه؟ ادي انت شايف بيتكلم ازاي؟ احنا لحد دلوقتي ما حدش دسته على طرف. ولا ايه يا عزيزه هانم؟ والله يا جماعه ما انا عارفه اقول لكم ايه. معلش المره دي عشان خاطري. هو خلاص هيغير طبعه. يعني ايه اغير طبعي؟ عايز انا اشوف تصرفات غلط في غلط واعمل عبيط؟ لازم مراتي تفهم ان في اصول واني مش هعمل اي مسخره. مسخرة؟ ايوه مسخره. سامعة يا ماما؟ روحي لمي هدومك. مش هنيجي على اخر الزمن ونتبهدل يا ليلى يا اكتر من بنتي. كده. مش كده امال. ارجوك يا ربيع سيبها. ايه يا سعالي؟ طبعا لها حق تمشي. ما دام حضرتك كاتم على نفسها. كنتش عايز ترجعنا لعصر الحريم ولا ايه؟ يا سمير انا تفكيري ما وصلش للدرجه دي. لكن كمان ما اقدرش اتخلى عن كرامتي. كرامتك؟ كرامتك يا استاذ علي ما تبقاش عبء على حريه غيرك. انت راجل مثقف ولازم تفهم ان مراتك دي انسانه ولها شخصيتها المستقله. انا مش قادر اتصور ممكن اعامل مراتي بالشكل ده وترضى تعيش معايا.
لازم يا اخي يكون في ثقه. ايوه، ثقة. ثقة. ما هي دي الكلمة اللي موديانا في داهية؟ ثقة في عصر تحول لغابة. غابة مخيفة. ما عندكش فرصة تعيش في هدوء. الاستهتار بقى هو اللي بيحكم كل تصرفاتنا. في كل حتة انحلال واستهتار وعنف. بصراحة بقى ما فيش أخلاق. وعليك إنك تقاوم. بقى كل الهيصه دي علشان حضرتك بتغير عليها. يا سمير، مش غيرة. اللي عملته ده مجرد دفاع عن حقي كزوج. خايف عليها. بحبها، بالعربي بحبها. واديك شفت النتيجه. انا كمان ما كنتش عارف ان الامور هتوصل للدرجه دي وتاخد بعضها وتمشي. انا حتى دلوقتي بسال نفسي، يا ترى انا اتسرعت في الجوازه دي؟ انت ما تسرعتش ولا حاجه. كل ما في الامر انك متمسك بافكار ما عادتش موجوده. انا عايزك تفكر كويس وتعيش مع الناس وتبقى واحد زيهم. يا سمير، انت مش فاهمني. انا ما عنديش اي شك في ليلى. المساله ان الواحد ما بقاش مطمن لمروحها، لا للنادي ولا للسينما ولا للجامعه ولا للجن الازرق حتى. علي، انا عايز اسالك سؤال. انت بتحب مراتك ولا لا؟ مش عارف ليه الواحد ممكن يحب واحده قوي حتى وهو مش راضي عن سلوكها. انا من رايي انك تطلبي الطلاق. طلق. ايوه، والا هيخلي حياتك جحيم. طيب يا جماعه، اسيبكم بقى انتوا تكملوا رغي وامشي انا عشان الحق المحاضره. ليلى، انت هتتغدي معانا النهارده. معلش يا سمير، خليها مرة تانية. مفيش اعذار، احنا هنا ما بنقبلش اعذار. هتتغدي يعني هتتغدي. وعلى فكره يا سلمى، في واحد صاحبنا هيجي يتغدى معانا النهارده. مين ده؟ لا يا ابدا، هو مش غريب ولا حاجه. أرجوك يا سمير لو كنت تقصد. ايوه اقصد. ايه عندك مانع؟ ملوش لزوم يا سمير، اعمل معروف. كفاية بقى اللي حصل. يا ستي انا مش شايف ان في حاجه حصلت عشان تقولي كفايه اللي حصل. على الأقل مش وقته دلوقتي. فعلا يا سمير، المسألة ما تتحلش بالشكل ده ولا بالبساطة دي، وإلا هنطمعوا فيها أكتر. يا ستي انت نطمعوا ايه؟ انت اصلك ما تعرفيش علي. ما تعرفيش كمان هو بيحب ليلى قد ايه. معلش يا سمير، أنا أصلي متفقة أخرج مع ماما النهاردة. يعني مصممه؟ أيوه. طيب يا ستي امرك. يبقى احنا اللي لازم نجيلك لحد عندك. باي باي. سمير. نعم. إذا كنت راجع الظهر ما تستنانيش على الغدا، أنا هتغدى في النادي. ايه ده؟ انتوا متفقين مع بعض ولا ايه؟ أنا؟ لا أبدا. طيب يا روحي، اللي يعجبك. باي باي ليه؟ مع السلامة. ايه ده؟ باي باي. باي باي. تعرفي يا ليلى، أنا اللي بيعجبني في سمير إنه طيب مريح مش معقد. عمره ما سألني أنت بتعملي كده ليه. إنما نوع جوزك ده أنا عارفاه كويس، مفيش منه فايدة. إيه؟ مالك؟ مش عارفة. قولي بقى إنك بتحبيه.
يظهر كابوس. انت يا ابني من يوم ما مشيت ليلى وانت على الحال ده. ارحم نفسك يا ضنايا، ومادام بتحب مراتك بلاش مكابرة. البنت كويسة وبتحبك. عشان خاطري يا علي، انت يا ابني النهارده تروح تصالحها، بس وحياتي عندك تاخدها بالهداوة والسياسة. انا من رايي يا علي انك تفكر شويه وتدرس الموضوع كويس، ومش عايزك تستعجل ابدا. انا فكرت كويس ومتحمس جدا لموضوع الرسالة، وعندي امل كبير اني احقق فيه نتائج جديدة. ايوه بس ده مشروع كبير ومحتاج مصاريف كتيره عشان اختبار التربه. وبعدين احنا مرشحينك لبعثه في امريكا في نفس الموضوع تقريبا. انا هبدا اشتغل يا فندم في البحث، ولو جت حكايه البعثه ابقى اكمل هناك يا فندم. ايوه، طب والمصروفات؟ انا مستعد اتحمل كل التكاليف، بس المهم ان سعادتك توافق على موضوع البحث. انا شخصيا ما عنديش مانع. اكتب مذكره بالكلام ده، وانا ان شاء الله هخلي لك العميد يوافق. متشكر جدا يا فندم. ربنا يوفقك. مساء الخير. اهلا سعادة. جماعه موجودين؟ كلهم خرجوا مفيش غير الست ليلى. مساء الخير. انت لسه زعلانه مني؟ يا طيب، رحبي بيا، ده انا في بيتكم. وكمان مش قادره تبص في وشي. على العموم انت ليكي حق. انا بقى ما اقدرش استحمل زعلك اكتر من كده. اما انا محضر لك مفاجأة ما كنتيش تحلمي بيها. مش عايز تعرفي ايه هي؟ خلاص يا ستي، محدش هيقدر يضايقنا بعد كده. انا لقيت المكان اللي كنت بحلم بيه، اجمل مكان في الوجود، الجنة يا ليلى. هنعيش فيها انا وانتي وبس. جنة؟ تكونش ناوي تموتنا عشان نروح الجنة؟ بقى ده كلام يا حبيبتي. امال بتتكلم على ايه؟ الكلية وافقت على موضوع الرسالة، رسالة الدكتوراه، ولازم ابتدي فيها فورا. وعشان كده لازم نسافر على طول. انا مش فاهمة حاجة خالص. نسافر نروح فين بس؟ انت مش فاكرة الفيلا اللي كنت كلمتك عنها اول ما اتجوزنا وكنا ناويين نقضي فيها شهر العسل؟ انا قررت اننا نعيش هناك مؤقتا واعمل تجارب عن التربة في نفس المنطقة. يعني واخدني عشان شغلك؟ ابدا والله، ده انا نقلت شغل هناك عشان خاطرك انت، عشان تتمتعي وتنبسطي وتغيري هوا. مش عارفة يا علي، انا متأكد لما هتشوفي المكان هتعرفي قد ايه انا بحبك. لحظة واحدة. في حاجة يا علي؟ ابدا يا حبيبتي مفيش حاجة، دي حاجة بسيطة. مش عارفة، حاسة ليه اني مقبوضة. ما تيجي نرجع يا علي؟ بتتكلمي ازاي يا حبيبتي؟ دلوقتي هتنبسطي جدا لما تشوفي البحر والفيلا. خلاص يا ستي.
هو في حد ساكن هنا؟ ايوه، عباس الغفير. افتح يا عباس. سالي. شكله غريب قوي. ده ولد طيب وعلى نياته، احنا مربيينه من زمان. سعالي ازيك يا عباس؟ سعالي ازيك؟ ازيك انت سعالي؟ وحشتني. ايه الغيبة الطويلة دي؟ خلاص يا سيدي، من هنا ورايح هتشوفني على طول لحد ما تزهق مني. المرة دي بجد. حكى على ايه؟ منظره غريب قوي. احنا مبسوطين منك قوي يا عباس. عباس، انت لسه ما اتغديتش؟ اه طب مش تروح تتغدى؟ اما جوع. يا سيدي قلبنا عليك. انا مش عارفه من غيره كنا هنعمل ايه في الحته المقطوعه دي. فعلا. انا بحبك قوي يا سعالي. ما تتفضلوا معايا. على فين يا عبس؟ اصلي جوعت. بالهنا يا عبس. مش قلت لك انك هتحبيه؟ انا بحب كل حاجه انت بتحبها يا علي. عباس، عباس، نعم. خد شمسيه وكرسيين واديهم على البحر. حاضر حاضر.
صباح الخير يا عبس. صباح الفل. حطيت لي كل اللي قلت لك عليه؟ ايوه. وانت رايح فين؟ رايح الشغل. عندك مانع؟ سي علي، عايز اروح معاك. ويهون عليك يا عباس نسيب الست ليلى لوحدها؟ هات فلوس. فلوس ايه يا ابني؟ انت ما بتبطلش ابدا. طب هات جنيه. كمان جنيه بحاله؟ اتفضل يا سيدي. انا مش عارف بتودي الفلوس دي كلها فين. نقوا بقى. علي، في حاجه يا حبيبتي؟ انت هتمشي وتسيبني لوحدي؟ مين قال انك هتكوني لوحدك؟ عباس موجود معاكي. طيب، بس ما تتاخرش عليا. حاضر حبيبتي. بقول لك يا عباس، خلي بالك من الست ليلى كويس. اوعى تسيب الفيلا وتروح اي حته. مش هوصيك يا عبس. لو نزلت الميه ما تخليهاش تبعد عن عينيك. باي باي يا ليلى. باي باي يا حبيبي. عباس، عباس، نعم. تعال. افندم استنى. اقعد اقعد. قول لي يا عباس، هو مفيش حد ساكن في الحته دي غيرنا؟ ها؟ لا مفيش. مش معقول. يعني مفيش ناس غيرنا؟ مظبوط. انما انت يعني عايش لوحدك هنا؟ ها؟ اه. انت ما بتخافش؟ بندقية اللي يهوب اطخ. امال هتجيب لنا الخضار منين؟ ها؟ بتجيب الحاجه منين؟ من السوق. والسوق ده قريب من هنا؟ لا. اه. بعيد قوي وقريب على طول. يعني لو بعتك تجيب لي حاجات تتاخر عليا؟ لا لا، مش ممكن خالص، يستحيل. ليه؟ سعال يزعل لو سبتك لوحدك. طب قوم بينا. طيب طيب طيب. يوه. استني يا شيخة. انت يا عباس، انت بتعمل ايه عندك؟ يلا انت. الله، ما تلف. كرفت. لازم يعني. اتفضل. عظيم انت غريب. ها، يلا كده حلو قوي قوي. اركب بقى. حتى البطاطا بقى لها ساعة. حرام حرام اخبار يا جمهورية. هطلعك في الشبك يا جميل. الموعد امتى يا حلو؟ خليك على كيفك يا سمر. اهرام اخبار. عال، ده في هنا جرايد كمان. انا عايزه كل جرايد مجلات الاسبوع. خليك انت تستاهل. روحي هات الخضار وانا اجيب كل حاجة. طب بس اوام. حاضر. كل الجرايد. حاضر. حرام. الله، غطسان فين يا عبس؟ بقالك مدة ما قبيتش. مشغول، مالكش دعوة،
مشغول. ايوه بس منصور كان عايزك الليله ضروري في الوكر. الليلة ايوه الليله، ده انا حتى كنت هجيلك. لا، ما كنتش هتلاقيني. الله. امال يعني واخد المجلات دي كلها لمين؟ مالكش دعوة. خد الفلوس. امسك. ما تخلي عبس والحساب يجمع. لا. من يد من اعدمها عبس يا ملك الهوى. كويس، هنا على الناحيه الثانيه. يلا يا عبد العال، عامل يا باشمهندس. منور يا باشمهندس. وجودك يا ريس سليمان. شاكرين يا ستي. شكر. دوري على الرجال يا عزة. هي مراتك دي بتبات معاك هنا يا سليمان؟ امال يا باشمهندس، مرتي معاي وين ما نكون. انما يعني ما بتخافش عليها من وايش يخوفني؟ يعني وجودها في مكان زي ده وفي وسط الرجاله وانت برضو مش موجود في كل وقت. مرتي راجل ولا كل الرجال، ما نخاف عليها لو حتى في قلب النار. ايوه بس ما تاخذنيش مراتك برضو ست. عزة زينة النساء، لكنها حرة وأصيلة، وبيقولوا في الأمثال على الأصل دور. ايوه صحيح. يلا يا عباس اعمل لك همة شوية. دي لازم ماما، خلي بالك من اللي على النار. الو الو. ايوه ايوه يا ماما، ازيك؟ وحشتيني قوي. ازيك يا ماما؟ انا كويسه وعلي كويس. انت ازيك يا ماما وازاي بابا؟ لا انا زعلانه منه قوي عشان ما بيسالش عليا. علي خرج راح شغله. لا طبعا مش لوحدي، معايا عباس. عباس الغفير ده راجل طيب قوي قوي يا ماما. بقولك ايه يا ماما، قولي لسلوى وسمير انا مستنياهم ضروري الاسبوع ده. ضروري يا ماما، اوعي تنسي. ماما انا هستناهم. طيب طيب يا ماما. طيب مع السلامه. يظهر ما فيش فايده في المكان. الله. نشوف حته تانية. يا باشمهندس كلها حته واحده. يعني ايه؟ يعني اللي هنا زي اللي هناك، التربه هي. مين اللي قالك الكلام الفارغ ده؟ المنطقه دي انا عارفها كلها كويس. عارفها حاجه والعلم بيقول حاجه تانية. اللي تشوفه يا باشمهندس، احنا هنا بخدمتك. اسمع، نقله على حته تانية ولا اقول لك كفايه كده النهارده. حاضر. Pure fashion I have for you, please. ايه؟ Because I'm a pure ايه woman. ده؟ You know, الدارس ولا ايه يا بتاعش؟ ما تخف يا خفيف، ما انت قرصت قبل كده ومحدش كلمك. ولا طول ما انا هنا اقرص على كيفي، لكن انت ما تقرص. ليه بقى حدق؟ ما احنا برضه يعني لا هي الحكايه كده. طب مش لاعب بقى عنك ما لعبت.
اهلا مية مسا على الرجاله كويسه. والصلاة على النبي خلاص خد اسند دارك. اهلا يا عبس، منور لينا يا عبس. عايزين مني ايه؟ الله وحشتنا يا اخي. هي دي شويه ولا يا منصور؟ الا وحشتنا. ما احنا نقدر نستغنى عن عبس. اشرب يا راجل. اديها ما ترحمهاش. ايه الموضوع؟ ده الموضوع هيعجبك قوي يا عبس. بقى يا سيدي بقالي يومين مرقد لك على فرد، انما ايه حاجه وحياتك تحل من على المشنقه. فشر بريجيت بدرون. وايه حاجه من اللي تيجي على مزاجك قوي. بس انت بقى يا عم عليك تمنجح الجو. مش فاهم. وبعدين معاك بقى يا عبس، هي المسائل دي مش يلزمها مطرح ولا ايه؟ الفيلا؟ لا 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 مش ممكن. الله اشمعنى المرة دي يا عبس؟ انت مش اتبسطت المرة اللي فاتت برضه ولا ايه؟ جرى يا عبس مالك؟ ولا تحب بقى نعنطر الموضوع؟ يوه حد يقول كلام زي ده برضه يا جدعان؟ وهيلاقي فرصة زي دي فين؟ خلاص استبينا. اجهز بالفردة يا منصور. لا 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 مش كفايه شغل بقى يا حبيبي؟ خلاص يا حبيبتي 5 دقايق كمان. طيب مش عارفه يا علي، انا اصلي ابتديت اتضايق. كل ما بقعد لوحدي بحس بالخوف. مش ممكن نرجع مصر وتكمل شغلك هناك؟ ما حبيبتي انت
وانت عارفه حبيبتي ان ده مش ممكن. لازم اكون قريب من التربه اللي بجري ابحاثي عليها. يعني كان لازم تختار الموضوع ده يا علي. ما تتصوريش ده موضوع مهم قد ايه. انا لو قدرت اوصل للنتائج اللي انا عايزها، الصحراء هتتحول لجنه. الصحراء يا علي مش ممكن تبقى جنة إلا إذا سكنها ناس. صدقيني ان ده ممكن يحصل، بس محتاج شويه صبر. انا عايزك تقفي جنبي وتساعديني وتشجعيني. علي أنا خايفة تكون اخترت الموضوع ده بالذات عشان تجيبني هنا. وده معقول يا حبيبتي؟ انا لما اشرح لك النتائج اللي عايز اوصل لها هتنبسطي جدا، وساعتها هتطلبي اننا نعيش هنا على طول. صحيح يا علي، انت بتشكي في حبي ولا ايه؟ أنا عمري ما شكيت في حب، لكن بصراحة ساعات بشك في تفكيرك. تأكدي ان تفكيري ما فيهوش الا حب ليك وبس. تصبح على خير. وانت من اهله. مظبوط يا علي. متهيألي انك اتسرعت شويه وظلمتها. مراتك عاقله ومخلصه وبتحبك. مفيش داعي العزله والوحشه المريبه دي. راجع امورك. My darling, take me or I'll explode. There are better ways of becoming horny than tearing up money.
How stupid I've been. It's so simple, really. I'll just tell my husband the truth so that our love can be pure and honest in the sight of God. My dear, you out of your mind? You're a mental case, that's what you are. Who tells the truth? The husband! You keep quiet and don't say anything, you hear me? Not a thing at all. Mention this to your husband. Forget the whole thing. You're... It was a big mistake. I was bad. I was drunk. I love you. Look at you. You're disgusting. مية مسا عبس. انت ايه حكايتك؟ الفيلم ده مش شفته مليون مرة. حالك اليومين دول مش عاجبني يا عبس. تكونش بتحب. أكيد أنت طابب ومحدش سمع عليه. قول لنا بقى بتحب مين؟ معلوم. أمال مين اللي يحب نمس؟ ده أنت قاعد في الفيلا سلطان زمانك. الله. أمال يعني ما قلتلناش على الأخبار الجديدة دي؟ شفت بقى؟ ليك مرقد لك على فرد. حكم أنا عارفك يا عبس. ابن جنية لعيم. حلوة. البنت شغالة طبعا. وماله؟ ايه اللي يمنع؟ برضه تلاقيها حلوة. هي مين؟ مراته طبعا. لا ده راجل كبير قوي ومراته قد الفيل والشهزة وراه. كل شوية يروح عباس، تعال عباس، لما عرفوني. الصحراء يا علي مش ممكن تبقى جنة إلا إذا سكنها ناس. الصحراء يا علي مش ممكن تبقى جنة إلا إذا سكنها ناس. يا سليمان. ايوه نعم. خدامك يا باشمهندس. بقول لي يا سليمان، أنا كنت عايز أكلمك في موضوع. خير ان شاء الله. أنت عارف إن مراتي جت معايا هنا، وزي ما أنت شايف الشغل ما بيدينيش أي وقت، سايبها لوحدها. ما تخاف يا باشمهندس، الصحراء امان. من ناحية أنا مطمن، بس هي زي ما أنت عارف بتتضايق لما تقعد لوحدها، وبقول يعني لو كانت عزة مراتك تقعد معاها تساعدها في شغل البيت. غالي والطلب رخيص وحق الله يا باشمهندس، لكن احنا لينا عوايد ما نحيد عنها. النساء ما تخدم حتى في بيوت الحضر. أنا ما بقولش تخدم لا سمح الله، أنا بقول تونسها، ومستعد أدفع لك اللي أنت عايزه. عيب يا باشمهندس، الفلوس عمرها ما تغير عوايد العرب. احنا نخدمك هنا بعيوننا، لكن جوه البيوت ما هي تجاليدنا. عباس، انت لسه ما خلصتش نشير؟ معقول كده؟ خلاص تاني، خلاص. يلا امال اعمل لك همه. حاضر حاضر. انما قول لي يا عباس. معلش. قول لي انت ايه اللي خلاك تعيش هنا لوحدك؟ ها؟ أو بقى مش عارف. انت الغريب.
اللي قول لي يا عباس، انت ما فكرتش ابدا تتجوز؟ بتضحك ليه؟ بتضحك على ايه؟ بس انت هتفتح لي تاني؟ بس خلاص يلا، بس المرة دي ودي. انا هعلمك قلت لك. طبعا ما دام عمال تلعب وتهزر ليه ما يقفوش يتفرجوا؟ تقدر تقول لي مين ده؟ انا ما شفتوش يا سي علي، ما اعرفوش. مش مهم انك تعرفه. ايه اللي يخليه هو بناحيه الفيلا؟ ثم انت بتعمل ايه هنا يا عباس؟ مش كده يا علي، احنا ما اشترناش المنطقة يا حبيبي عشان نمنع الناس تمشي فيها. تاني مره لو شفت حد هنا هعرف شغل معاك كويس. حرام عليك يا علي، ما هو ذنبه ايه بس؟ لازم يفوق لنفسه وياخد باله كويس. مش معقول كده. طب روح انت دلوقتي يا عباس. علي حاجة تافهة زي دي ما تستحقش. ما تستحقش يعني ايه؟ عايزاهم ينطوا لنا جوه الفيلا؟ تلاقيه واحد عربي كان معدي.
ايه يا حبيبي؟ انت راجع عصبي كده ليه؟ مفيش. طب احضر لك الغدا؟ ماليش نفس. بقى دي الولية اللي قد الفيل ووشها عامل زي الغراب يا كداب يا ضلالي. يا ابن الجنية يا لئيم. ابوس ايديكم، محدش يروح ناحيه الفيلا، هتقطعوا عيشي. نقطع عيشك ولا عايز تلطشها لوحدك؟ وماله؟ ده احنا نفرح له قوي. يا سلام، بالهنا والشفا. انا ايه؟ انت راجل يا عبس، راجل، وهي واحدة ست. بس يا خسارة، عيبك انك مش عارف قيمة نفسك. اللي شفته بعينيا وهزارها معاك يخلينا ابصم بالعشرة انها رايداك قوي. انت كبير يا عبس، كبير قوي. فوق يا جدع، فوق واصحى من النومة اللي انت نايم فيها وستف امورك بقى. فوق يا جدع، فوق واصحى، اصحى من النومة اللي انت فيها وستف امورك بقى. عباس، عباس، طيب طيب. مش ليك، خليهم معاك. حاضر هتروح السوق تجيب 3 كيلو سمك بولتي طازه، حاضر مش زي الهباب اللي جبته المره اللي فاتت. حاضر رايح فين؟ حاضر استنى، حاضر تفوت تشوف حكايه التليفون القتيل اللي مش عايز ينطق ده عشان عايز اكلم ماما. حاضر مفهوم؟ حاضر. ايه ده؟ ايه الهيصه دي؟ تعال. اوكي. سلوى سمير، مش معقول. سمير. اهلا علي. اهلا. ايه رايك في المفاجاه دي؟ هايلة. أنا كنت ناوي أتصل بيك عشان تيجي أنت وسلوى تقعدوا معانا شوية. اوعى تكون جيت لوحدك. معقول؟ انا وسلوى طبعا، بس سبتها هناك مع ليلى وبقيه الشله. إيه؟ شلة؟ ايوه، شله النادي. اصروا يعملوا لك مفاجاه لما ما عرفوش يتصلوا بيك بالتليفون. ايه ده؟ شلة. معقول يا علي ده؟ ايه اللي خلاك تيجي تشتغل هنا؟ مش بعيد قوي عن الفيلا؟ هي الارض مش واحده؟ واحدة.
في اعتراض؟ لا ابدا، انما بس انا صعبان عليا مراتك اللي انت سايبها لوحدها دي. يا سيدي انت مالك، هي اشتكت لك؟ لا، انما المهم مين يا سيدي بقى اللي جه معاكم؟ بتضحكي على ايه؟ وانت مالك؟ كده اهو مش ضحكتيني معاكي؟ مش فاضيه. طب تعالي هنا، رايحه فين؟ بعمل لنفسي طبق لحمه عشان اكله. طب اعملي واحد تاني وسيبي ده. لسه هعمل طبق تاني. معلش عشان خاطر. امر لله. وانت كمان هتناول واحد تاني. اوعي اوعي يا ست انت، انت خدتي قبل كده، اوعي عباس اوعي. هات حته من دي. لا عباس. لا طب لا. قلت عباس اوعي بقول لك اوعي. هات حته لحمه. لا اخرم عينك، اوعي 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 عليك وعلى قلبك. ايه ايه يا حبيبي مالك؟ لا ابدا. طب قاعد لوحدك ليه؟ يعني انا جبت لك طبق هيعجبك قوي. متشكر. اضحك بقى. ليلى ليلى، هو مفيش تلج ولا ايه؟ اظن الفريزر الكبير فيه تلج. اوكي، تحبي تيجي معايا يا مدحت؟ اوكي. مدحت، هي غيرت جوزها الدكتور شوقي؟ لا ليه؟ اصل مش شايفه هنا. ما هو جوزها ما جاش عشان عنده شغل في مصر. امال مين اللي لازق لها ده؟ ده مدحت ابن عمها، هو كمان مراته تعبانه عشان كده جه لوحده. يا حرام. وطبعا الدكتور شوقي زمانه قاعد جنبها عشان يخففها. طب تعالى نقرب من الضيوف شويه عشان احنا الاتنين قاعدين بعيد عنهم كده، عيب ما يصحش. ما يصحش. على الاقل اعرف مين اللي عزموا نفسهم عندي النهارده. قصدك ايه؟ لا ولا حاجه، اتفضلي. ده انا عارفه كويس. مش ده زكي منصور؟ ومين اللي قاعده معاه دي؟ ما اعرفهاش. دي شوشات صاحبه مراته. امال فين مراته روحي؟ اوعي تكون ما جتش عشان عندها شويه صداع. ايه اللي بتقوله ده يا علي؟ صداع ايه؟ معلش انا اصلي ساعات اخرف. ايه؟ تعال. ميرسي قوي يا ليلى على الحفله دي، بس كانت لازم تكون بالمسطور. لا يا ميرنا، دي كده في المقابل خالص. فورميدابل، الحمد لله. ويطلع مين ده بسلامته؟ ده رفقة المواردي. وايه حكايته مع الست ميرفت؟ مالهمش حكايه، مجرد زمايل في النادي. زمايل. ودول برضو جايين سك؟ يعني هو من غير مراته وهي من غير جوزها. هي مش متجوزه ومراته هو اللي قاعده هناك مع سمير. فهمت. دول بقى اللي بيقولوا عليهم الشكل المثلث، الزوج والزوجه وصديق الزوجه والعكس صحيح. علي انت شارب؟ انت عارفه حبيبتي ان ده مش من طبعي. انا بس بحاول اوضع تعريفات للعلاقات الانسانيه. انا مش فاهمه حاجه. احسن يا حبيبتي، ما تحاوليش انك تفهمي. قولوا لي القرشانه دي بترقص مع مين؟ حفيدها؟ لا ده جوزها ابراهيم شوقي. جوزها؟ ده لازم عنده عقده اديب. علي يا اخويا العلاقات المهببه دي. طب وطي حسك لحسن حد يسمعنا. طبعا، وانا اقدر افتح بقي؟ هيقولوا عليا ابن كلب متخلف. حلوة قوي. يلا يا علي، يلا يا علي، يلا يا علي، عباس عباس، العب ايوه تعالى
روح على اوضتك. روح على اوضتك. خليني العب شويه ده شخصيه اوريجينال خالص. مكان يهوس يا لولا، وندرفول. انا بحسدك عليه. حقيقي عجبك يا سلوى؟ يجنن. تعرفي لك الأول كنت خايفة منه، لكن بعد ما شفته عجبني قوي. الواحد في الاول لازم يشوف المكان. تعرفي انا بتمنى اعيش هنا. صحيح؟ صحيح. عباس، عباس، عباس. طيب ايوه تعالي. خد كل يا عباس. انت ما اكلتش حاجه. كتر خيرك يا تعالي، انا مش جعان. اوعى تكون زعلت مني يا مجنون. تعال تعال. الجماعة دول أصلهم جم وفرضوا نفسهم علينا زي ما شفت. اقعد يا عباس، اقعد. تعرف يا عباس، انت عندي أنضف من أي واحد فيهم. كلهم منافقين. كل واحد بيضحك على التاني ويستغفله. مش دول اصحاب الست ليلى؟ أيوه، بس ليلى مش زيهم. ليلى حاجة تانية، عشان كده خايف عليها مني. علي، معقول سايب الناس دي كلها وقاعد تتكلم مع عباس؟ يلا يا حبيبي قوم قوم. ليلى، عن اذنكم. اتفضلي. ايوه يا علي. أنا طالع أنام. لسه بدري يا علي، انت بكره ما عندكش شغل. أنا تعبان وعايز أستريح. بس انا مضطره استنى. مش معقول هنسيب الناس دي كلها، دول برضه ضيوفنا.
مستني ايه؟ لما ندخلهم اوضه النوم بنفسنا؟ هم عارفين هيباتوا الليله دي ازاي. ارجوك كفايه يا علي. معاك حق. كفايه اللي شفته النهارده. انا طالع على فوق. عباس، أنا معجبة بيك قوي يا عباس. أنت دمك خفيف موت. اسمع، أنا هروح أجيب لك إزازة ويسكي بحالها. ها؟ الله، ايه الكرافتة الجميلة دي؟ حلوة قوي. بس انا بقى هجيب لك واحدة احلى منها، كلها دواير. عبس. اخس عليك يا سلوى، انت مش قلتي هتستني معانا هنا يومين؟ لا 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 لا، كفاية كده، أنا زهقت. أنت إزاي مستحملة العيشة هنا؟ ياي دي ملل. حاجه غريبه قوي. انت مش لسه امبارح قايله ان العيشه هنا تجنن؟ ايه اللي خلاكي تغيري رايك بالشكل ده؟ بس يا لا، يمكن كنت شاربة شوية. جايز. مش عارف يا سمير. انا بفكر الغي المشروع ده ونرجع على مصر احسن. وهو يمكن مساله البعثه دي تكون افيد. ايوه، بس المصاريف والنتائج اللي وصلت لها هتسيب كل ده؟ ما هو ده اللي محيرني ومخليني متردد شويه. على كل حال انا هنقل رغبتك دي للدكتور ابراهيم ونشوف ايه اللي هيحصل. تمام، هو ده تفكيري بالظبط. واللي فيه الخير يقدمه ربنا. يلا. احنا متشكرين قوي يا عباس. مع السلامه يا سمير. مع السلامه. باي يا علي. باي باي. باي يا علي. سهوب واحد يا عبس. اخس على كده. لازم خيبت ظن الطير وطلعت فسكونيا. يا سلام، شايف يا عم النسوان بتترمى ازاي تحت رجليك؟ طب وحياة حبيبك منصور اللي قاعد قدامك ده، ولا تعدمه يا شيخ، ولا البس برسلي في زمانه. خف التقل بقى دبور ورجح الفرد التاني. قصدك مين؟ فرد كبير اللي راقد لك في العيش. الست يا عيني على الست واصحاب الست، ده احنا كلنا محاسيب الست يا عبس. بقى تبقى قدامك لقطة القشطة دي ومش عارف تركز يا راجل. لا ايه؟ كله اللادي. ما تبقاش اهبل امال. ما انت خلاص وصلت اللي زيها. تقدر تقول لي هي نجارتك وقيفتك ليه؟ طبعا عشان بتحبك. بتحبك يا عبس. وانت ولا هنا يابا. انت عارف هي خليتك تحلق دقنك ليه؟ عشان ما تشوكهاش يا حلاوه. وتبقى حنين يا حنين. ما تفهم بقى يا جدع، الله يخرب بيتك. تعال تعال عليا. امال فين عباس؟ تبعتيه في حته؟ لا، تلاقيه لسه نايم. لا، لازم يصحى عشان يبقى معاكي. انا هصحيه يا حبيبي. مع السلامه. باي. باي باي. باي باي. باي.
عباس 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 ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه يا عباس؟ صح النوم. انت لازم سهرت جامد امبارح. ايه ده كله؟ انا ما كنتش فاكراك شقي بالشكل ده. كل دول يا عباس؟ ده انت طلعت نمرة. لا ده انت الواحد لازم يخاف منك من هنا ورايح. ايه مالك؟ ايه ده؟ ايه ده يا عباس؟ اوعى، انت سكران ولا ايه؟ فوق لنفسك، اوعى، انت اكيد سكران. فوق لنفسك يا مجنون. في ايه يا عبس؟ مش تقول لنا مالك يا عبس؟ مين اللي مزعلك؟ مين ده اللي يستجري زعله؟ طب وحياة امي كنت الها فيه تأبيدك. روق يا ابني، روق روق. انت عايز ايه؟ سامحيني استاذ، سامحيني، انا غلطان، انا مجرم، كل ده من الزفت. طب قوم 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 قوم، عارفه عشان كده مش عايزاك تشرب تاني. خلاص حرمت، تبت على ديكي، بس علي. خايف يعني، وعارف ان اللي عملته ده غلط. انا مش مجنون عشان اقول لعلي. انت عارف انا لو قلت لعلي كان حصل ايه؟ انا مش هقول له على شرط، توعدني انك مش هتشرب تاني ابدا ومش هتعمل كده خالص. حاضر. طب يلا روح شوف شغلك. خلاص روح شوف شغلك. الظاهر انك هتوحشنا قريب يا عبس. ليه؟ هو حصل حاجة زعلتك؟ لا زعليه، الحكايه اننا يمكن ننزل مصر. طب ازاي؟ والشغل والبلاوي دي كلها؟ في الغالب هصفي كل حاجه هنا. انما انت اتخذت ليه؟ انا كنت فاهم انك هتنبسط لما نسيبك ترجع لحريتك ولحياتك ومزاجك. حياتي، انت لو سبتني هزعل قوي، لاني بحبك. هبقى تعبان، الناس بتخوفني. طب وانت ايه اللي يخوفك من الناس؟ الناس وحشين قوي يا سعد، انت بس اللي كويس، وانا كمان. لا انا مش معاك يا عبس. صحيح في ناس كتير وحشين، بس مش كلهم وحشين. وبعدين يا اخي انت عايش هنا لوحدك ملك. انا ملك؟ طبعا ملك، امال. الو، ايوه مين؟ سلوى؟ مش معقول. ازيك يا ليلى؟ وحشاني. اسمعي، المفروض ان انا من النهارده عندكم. لو اتصل بيكوا سمير قولي له ان انا موجوده. ايه؟ شوفي بقى اي حاجه. ايه اللي بتقوليه ده يا سلوى؟ انا مش فاهمه حاجه. اعملي انت بس اللي قلتلك عليه، ولما اقابلك هفهمك على كل حاجه. اصلي مضطره اروح في حته مش عايزه سمير يعرف طريقها، وبعدين هجيلك برضه، بس مش قبل بكره. باي باي دلوقتي، باي باي.
ميرسي قوي، خلي الباقي علشانك. ها. ادخل يا عباس. ازيك يا حبيبتي؟ اهلا يا علي. وحشتيني. انت كمان وحشتني. ها، ايه اخبارك؟ ابدا، لسه سلوى كانت بتكلمني دلوقتي بالتليفون. الله، هو التليفون صلح؟ بتقولي انها يمكن تيجي يا النهارده يا بكره بالكتير. لوحدها ولا مع الفرقه؟ لا يا حبيبي، لوحدها. مم. طب وبعدين؟ ايه؟ ده احنا لازم نكون في مصر بكره الصبح. صحيح والنبي يا علي. ايوه، اصل جاني تلغراف من الجامعه بخصوص موضوع البعثه، ولازم اكون هناك بكره الصبح. بس سلوى تيجي ما تلاقيش حد تبقى بايخه. ايوه، بس كمان مش معقول اسيبك هنا لوحدك. انت هتغيب؟ لا ابدا، يا دوب اقابل الدكتور ابراهيم وارجع في نفس اليوم. خلاص خلينا انا هنا يا حبيبي، بس تروح وترجع في نفس اليوم تعب عليك. ولا يهمك، خلاص هانت حبيبتي، كلها يومين وننزل مصر على طول. حبيبي علي. Given delivered. No man. Don't you love me anymore? تعرف يا عبس، انا دلوقتي اتاكدت انها مش بتحبك وبس، دي دايبه فيك دول. بس دي شتمتني وضربتني. ومال؟ ما هو ده اللون يا عبس. اسألني انا، يهشك وبعدين يروح لعزك. انا عايز اسالك سؤال، هي قالت لجوزها على اللي حصل بينك وبينها في الاوضه؟ لا. اشرب. انا قالك يا عم اساعدك ولا ايه يا حميدو؟ الا كده، ده استوى وطاب وطلب الاكاله يابا. ايوه بس الراجل طيب وما يستاهلش. يوه، هنرجع تاني اللي نعيد ونزيده. العجيبه يا اخي انك شفت بعينك وعرفت لبتها. مش هي دي صاحبتها اللي ولا نسيت الزهوب؟ ولا هي بقى بعد كل اللي بتعمله معاك ده لسه تاني هتقول لي كاني ومالي؟ سيبك منه يا منصور، سيبك منه يا شيخ، ده اصله راجل خيخه. لم لسانك يا حميد. اضربك. خليك كده لحد ما تدور لها على واحد غيرك يكون واد دبور ومخلص وفائد زي حالاتي، عشان يفهمها مظبوط ويملى دماغها ويطيرها من ايدك. لا. طب اعمل ايه؟ تعمل ايه؟ تعمل اللي عايزاه منك البنيه. ازاي يعني؟ جرى يا عبس، ازاي يعني ايه؟ انت مش راجل ولا؟ لا. طبعا. ليه؟ راجل ونص، بس انا خايف يمكن تصوت يعني. مين قال لك يا ابني انها هتصوت؟ وافرض يعني، مين هيسمع؟ اسمع، هو جوزها بيخرج الساعة كام؟ هو مسافر بكره الصبح. 100 فل و10 تبقى اتحلت يا عم. طب افرض صوتت ولا ضربتني؟ يوه، ما قلنا لك يا اخي ما تخافش، ساعتها هتلاقينا قريبين منك ومنيمين المسائل. يعني تطمن وتحط في بطنك شادر بطيخ صيفي. عباس، مش هوصيك تاني، فتح عينيك وفوق لنفسك، فاهم؟ عارف، ما تتأخرش عليا. طمني يا حبيبتي، خلي بالك من الست كويس يا عباس، خليك دايما قريب منها، ما تسيبهاش،
يعني يا دكتور ما فيش فايده، لازم اكون موجود بكره الصبح. طبعا اذا كنت عايز تخلص الموضوع وكمان تشوف نتيجه الاجتماع. وعلى كل حال ما تحملش هم، انا هكون موجود في الاجتماع وباذن الله نوافق على طلبك. اطمئن. البركه في سيادتك يا دكتور. مع السلامه. شكرا. ربنا يوفقك. مع السلامه. علي اهلا. اهلا. يا سمير. اهلا يا سمير. اهلا يا استاذ اهلا يا علي. استاذ محمد. جيت امتى؟ من بدري. خلصت مع الدكتور ابراهيم؟ لسه يا سيدي، ومضطر استنى لبكره عشان اجتماع مجلس الكليه. ومش عارف بقى هلحق اسافر وارجع ولا بات هنا واتصل بليلى. هي مراتك سافرت لها ولا لسه؟ مراتي؟ ما هي عندكم من امبارح. ده انا كنت لسه هتصل بيهم دلوقتي. امبارح؟ اي. ما حصلش. دي امبارح اتصلت بليلى من هنا وقالت انها يمكن تيجي بكره. ازاي الكلام ده؟ دي اكدت لي انها مسافره عندكم من امبارح الصبح. بقول لك انا لسه جاي من هناك ولحد الساعه 7 الصبح ما كانتش وصلت. يعني هتروح فين؟ ما تزعلش مني يا سمير، دي ثقه زايده عن اللازم. ارجوك يا علي، انت راجل شكاك وفقدت الثقه بكل حاجه. انا مش شكاك، انا فاهم كويس ايه اللي بيدور حوالينا ومش عايز ابقى زي النعامه. انت النعامه نفسها. كل اللي انت عملته انك هربت وحبست مراتك بعيد عن الناس، ومتصور ان ده حل سليم. تقدر تقول لي انت رجعت ليه في كلامك وعايز تدي المشروع وترجع؟ انا ما رجعتش ولا حاجه، كل ما في الامر اني شفت البعثه افيد من المشروع. الكلام ده كنت عارفه كويس قبل ما تتورط في السفر والمشروع والمصاريف دي كلها. يا اخي اعترف مره بغلطك. ايه؟ الو؟ ايوه انا سمير. نعم. ايه؟ انت بتقول ايه؟ الو؟ مين بيتكلم؟ الو؟ ايه يا سمير؟ ايه في ايه؟ سمير. 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 سمير انت بتفكر؟ ما بفكرش. سمير اوعى علي. سمير انا قلت لك اوعى من قدامي. اوعى. مش هتخش. سمير. 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 ما تبقاش مجنون يا سمير. سمير لا. الو. ايوه يا ليلى. ايوه يا سيدي، احنا اللي طالبين اسكندريه، وحياتك استعجلها لي شويه. طيب متشكر. هو انت يا ابني مش راجع الليله من غير شر؟ هنزل اسكندريه الليله وهضطر ارجع تاني بكره. مش هقدر اسيب ليلى لوحدها، بس لازم اطمن عليها بالتليفون. ربنا يا ابني يهدي سركم. امال سمير الغلبان عامل ايه؟ هيعمل ايه يعني؟ ربنا يهون عليه. يا اخواتي انا مش قادره اصدق بقى سلوى تعمل كده. ما تعملش ليه؟ ما دام جوزها سايبها تدور على حل شعرها زي ما هي عايزه. بس يا ابني الغلط مش على جوزها، الغلط منها هي. البنت لما تكون متربيه في بيت كريم واصلها متين لا يمكن تقع بالشكل ده مهما كانت الظروف، مهما كان جوزها سايب او متمسك. الركعه الواحده هي اللي تقدر تحمي نفسها بنفسها. ايوه يا امي برضه، بس برضه الراجل عليه مسؤوليه، لازم يحافظ على كرامه بيته. هو سمير عمل تنازلات كتيره وادي اخرتها.
لا حول الله. على كده يا ابني ما بقاش في امان في الدنيا دي كلها. ما هو ده اللي قلقني على ليلى. الواحد ما بقاش عارف يعمل ايه. يروح فين؟ فين الصح؟ وفين الغلط؟ اديكي شفت اللي حصل لصاحبتها. لا يا ابني لا، بعد الشر. ما تشبهش مراتك بسلوى. ليلى متربية وبنت أصول وحاجة تانية خالص. عباس، عباس، حاجة غريبة. محدش بيرد. يمكن يا ابني التليفون بعيد عنها. هتروح فين يعني؟ امال عباس راح فين؟ عباس، 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 شوف مين دول يا عباس. شوف مين. ايه ده؟ ايه؟ عايز ايه؟ ابعد عني، ابعد عني، ابعد عني، اوعى سيبني. انت جننت. اوعى، الحقوني. اوعى سيبني. ليلى، في ايه يا ابني؟ على مهلك يا علي. لطفك يا رب. سيبني يا مجنون. اتجننت. اوعى، اوعى بقولك. سيبني. ليلى، سيبني. اوعى،